الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. عندنا هنعمل لفة من الجلاش الحلو، مجموعة أشكال. ومعايا الحشوات اللي كانت فايضة معايا من القطايف، شوكولاتة بيضة، شوكولاتة دارك، برضو اللي هو صوص الفراولة اللي عملناه كاستر، معايا مكسرات وحط عليها معلقتين عسل زي ما احنا شايفين كده. هنقلبهم وهنشوف الوقت هنعمل مجموعة من الأشكال. أول حاجة معايا صينية صغيرة كده هعمل فيها المكشكشة علشان يتبقى معايا، لأن كل ده بلفة واحدة. صينية صغيرة هي أصغر صينية في النوع ده، فأنا هدهنها سمنة ونشوف هنعمل مع بعض ايه. هنا في المكشكشة كل ورقتين مع بعض، بس أنا هنا عندي الصينية أصغر من طول الورقات، فأنا هاخد قد كده، هقطع قد كده بالسكينة من الورق علشان يبقى بطول الصينية، وهقوم ادهنهم سمنة، هفردهم وادهنهم سمنة وبعدين هنكشكشهم مع بعض. شايفين انا بمسك ازاي بكشكش؟ كأني بكشكش حتة قماشة كده، وافضل اكشكش اكشكش اكشكش. فانا طبعا مانيش متملكة. شايفين الكشكشة؟ انا بعمل بايد واحدة هكشكشها مع بايديا وهوريها. انا عملت واحدة وحطيتها اهو، كشكشتها، والتانية اهي. شايفين طبقات الكشكشة اهي؟ كأني بضم حتة قماشة وافضل اكشكش اكشكش لحد، وبعدين هحطها في الصينية. لقيتها طويلة على الصينية، هقص منها ايه، هقص منها حتة، لان انا عندي الصينية صغيرة وهستعملها برضو. هقص حتة كده واحطها في الصينية، وهنشوفها كده مع بعض ونرص وحدات في الصينية جنب بعضها لحد ما الصينية بتاعتي تتملى. شكل تاني هفضل اكشكش اكشكش واحدة واحدة كده، على طول على طول على طول لما اخلصها ونشوف هنعمل ايه. هكتفي بالقدر ده من المكشكشه، وهدهنها بقى سمنه كده عشان تمسك في بعضها، علشان اعمل اشكال تانية. انا عايزه اعمل اكبر قدر من الاشكال. السمنه طبعا اللي هتخليها تمسك في بعضها. هنعمل اشكال تانية الوقت. كشكشتها وحطيت الحشوه في النص. انا فردت الطرف ده عشان اغطيها كده، والطرف ده عشان اغطيها، وهنقوم ضمنها من هنا وضمنها من هنا وقلبينها. هوريكم بعد ما اضمها بالشكل ده كده. هنعمل كمان كم واحدة زيها ونشوف مع بعض. دهنتها سمنة، هكشكش برضو بنفس الطريقة. كشكش هكشكش. طبعا انا بشتغل بايد واحدة لحد ما اخلصها كلها، واسيب الطرف ده والطرف التاني ونحشيها ونشوف مع بعض. هنعمل شكل تاني. هاخد جزء من الحشوة، اي حشوة عندي، ان شاء الله شوكولاتة، وهعمل كده اللي هي زي طريقة السمبوسكات، سمبوكسة كده. شايفين؟ وهكذا كده وكده، وتنفي بقى ألف شمال ويمين بالمنظر ده كده لحد ما أخلص الشكل بتاعي. ده شكل تاني ممكن أبقى أعبي ده كريم شانتيه بعد ما يخلص. أنا هنا شوفوا أدي أشكال زي الشوكولاتة، وديت اللي هي المكشكشة، وديت السمبوكسة. لسه هعمل أشكال كتير وهنشوف مع بعض. عملنا كام سمبوكساية. عملنا واحدة مركب، بدي هوريكم المركب بعد ما شكشكتها. بقوم فردها بايديا الاتنين كده. طبعا انا مش متملكة يعني بالمنظر ده، نشوف اهو. بقوم فاتحاها كده ضمه وفتحها من النص. انا مش عارفه طبعا اعمل المنظر ده بايد واحده، هعمله بالمنظر ده كده. وطبعا الحجم اللي انت عايزاه، عايزه كبير عايزه صغير بتعملي. ده بقى ممكن يتحشى مكسرات، ما يتحشى كريم شانتيه، يتحشى شوكولاته، اي حشوه انت عايزاها. فاحنا بنقوم شايلينها كده وهنحطها في الصينيه. بردهم زي ما احنا شايفين طبقه طبقه كده، وهرش السمنه كده على خفيف كده، وهرص الطبقه فوقها بالمنظر ده. هاخد طبقه طبقه وارص وادهن لحد ما اخلص كل الطبقات اللي عندي، حوالي 8 طبقات او 10 على حسب اللي عندي. بالمنظر ده كده. انا هحط جزء من الحشوه في النص هنا كده،
وهحاول اضمها. طبعا هي مفتوحه علشان انا ما لزقتهاش جامد، هلزقها بصوابع جامد كده زي ما احنا شايفين كده. هضمها واحطها اي شكل انتوا حابين تعملوه اعملوه، وبنفس الطريقه دي ممكن احط حشوه هنا برضو واعمل على شكل يعني ايه كده مقلوبه كده، وهو بقى ما هيورق ويديني الطبقات الجميله. بس كده ده شكل وده شكل، ونشوف مع بعض هنعمل معاه ايه تاني. انا عملت الاشكال ديت اهي. ممكن بقى اعمل ايه اللي هو ملفوف على قلم او عصايه او انا هنا اعملها على المسان. فطبعا المسن بتاعي قصير، فانا هتني الورق على قد المسن وبعدين نشوف الاول. انا خلصته لف، هكشكشه. يعني ايه هكشكشه؟ هضمه بايدي كده من على المسن، هضمه بايدي مش طبعا مش عارفه اعملها اهو. هضم جامد، هحاول اخرجها وانا بضم، هوريكم بعد ما اخلص. لفيتها بالمنظر ده، الحته الطرف اللي انا سايباها يبقى القاعده اللي انا هحشي فيها، وهحاول اضمها كويس. هحط عليها سمنه عشان تمسك في بعضها. ده شكل كده، وهنشوف اشكال تانية برضو مشكشكه بس هنعملها صوابع. واحنا كمان نفس المنظر هنشوف المكشكش بقى بس طويل زي الصوابع، وهنعمله برضو هلفه على المسن، او لو عندك قلم طويل او عصايه طويله بتلف عليها. انا عملت اهوت مكشكش. هنا بقى هعمله صوابع، هقسمه 2 لان هو طويل قوي زي ما احنا شايفين. هقسمه 2 بالنص، او لو انتوا عايزين تعملوه صغنن خالص بتعملوه. انا عملته 2 كده كبار بالنص، وهنعمل كمان واحد كمان، او هنشوف حسب الكميه اللي قدام. اعمل صوابع جلاش محشيه، بس هنا بقى صغيره. الورق الكبير عندي خلص، فانا هعملها صغيره وهقص على حسب ما انا عايزه. مثلا اعمل هنا جزء من الحشو احطه كده في الطرف هنا كده، وهلف واقوم قاطعه. يعني مثلا ده بايدي اهو، هاخد جزء كده. انا لو عندي ورقه عريضه كبيره كنت عملتها مره واحده، لكن هي عشان ما عادش عندي بقى القصايص دي كده الحجم اللي انا عايزاه. يعني لو انا عايزه اكتفي بكده خلاص، وهقوم قص مثلا. ولا افترض هنعملها 2، هقص كده علشان الجزء الباقي يعمل لي واحده كمان اهو. الصابع هنا مش مكشكش، عادي خالص. هحطه في الصينيه جنب الصوابع التانيه. هنا صوابع مكشكشه، هنا صوابع مش مكشكشه. هعمل ده زيه وهلفه. عندي هنا شكل تاني، اعمل مثلثات كبيره كده شبيهه اعملها بلفه الكرواسون، وهحط الحشو هنا في الناحيه اللي تحت دي العريضه هنا وهنا برضو، وهلف من القاعده العريضه دي للرفيع بالمنظر ده كده. طبعا انا بشتغل بايد واحده، هخلصها ونشوفها مع بعض. انا نقلت كل الاشكال معايا في صينيه واحده، وخليت المكشكشه هنا في صينيه، وهعمل معاها ايه بقى؟ جزء بطريقه عشوائيه كده، يعني مقطع كده، وهسقيه معاها وهي بتشرب بنفس السائل بتاعها. شايفين المنظر ده كده؟ انا اعمل لها سيرم هنشوفه مع بعض. ديت ممكن اقطعها معاها او اعملها واحده من الاشكال التانيه ديت كده. هنظمهم مع بعض بشكل عشوائي كده، هيبقوا جمال جدا جدا، وبدوا شكل حلو قوي كمان. كده هتبقى زي تورته. وديت اهيت المكشكشه، ودي اشكال معايا كتير اهيت. هرش سمنه، وممكن ارش على التورته بتاعتي بعض قطع الشوكولاته كده، طبعا هتسيح على الوش كده. شوكولاته دارك، شوكولاته بيضه، بطريقه عشوائيه كده اهوت. هتسيح وهتديني منظر جميل عليها، دي على شكل تورته جميله. طبعا هنسقي كله سمنه دلوقتي بقى زي ما احنا شايفين كده. كله هرش عليه سمنه، وبعدين هنسويه ونشوف. دي انا عامله لها سيرم، هنشوفه مع بعض اما اجي احطه عليها. عباره عن كوبايه صغيره لبن، بيضه واحده صغيره، فانيليا، معلقه سكر. هنضربهم مع بعض، بس هندخلها في الفرن شويه، وبعدين هنسقيها، وبعدين دول برضه هرش عليهم سمنه وندخلهم في الفرن.
السيرم او السائل اللي هسقيه للمكشكشه، جلاش المكشكشه والتورته اللي مع بعض. هنا بيضه وهنا كوبايه لبن صغننه، معايا نص معلقه بودر صغيره، معايا معلقه سكر، هاخد بودر معلقه سكر بودر كبيره، باكو او 2 فانيليا. هحط ونقلب المكونات دي مع بعضها بالمضرب، وبعدين لما ندخلها الفرن نحطها شويه وبعدين نطلعها نسقيها، مش على طول وهي داخله، لا هنشوف مع بعض. خرجت التورته بتاعتي اهيت واللي فيها المكشكشه، هسقيها بقى بالسيرم اللي انا عاملاه اللي هو البيض واللبن كلها، وادخلها تاني. هي بدات تحمر من الجنوب اهيت، انا مش عايزاها تحمر قبل ما تاخد ايه السائل بتاعنا ده. هسقيها كده وادخلها في الفرن تاني، وده كمان هسقيه بالمنظر ده كده، هسقوهم كويس قوي وهدخلها الفرن تاني. ان شاء الله شايفين الجلاش طبعا خرج معايا اهو. انا هكتفي باللون ده لان الجلاش ما بيحتاجش يكون ايه غامق قوي. معايا بقى هنا شربات تقيل انا عاملاه وشايلاه في برطمان. عباره عن ايه بقى الشربات ده؟ عباره عن كوبايتين سكر لهم كوبايه ميه، يعني الشربات التقيل السكر ضعف الميه، نعرفها كده على طول. عايز اعمل 3 سكر يبقى 1.5 ميه. هسقيه دلوقتي لان هو سخن وده ساقع، هسقيه حالا دلوقتي. الصينيه اللي فيها المكشكشه هي خرجت، واللي عامله فيها الكيكه، كيكه الجلاش. الحل دلوقتي بقى ايه؟ هنسقيها وبعدين نبقى نزوقها بكريم شانتيه قبل ما تبرد. دلوقتي هسقيها بالشربات بتاع التقيل بس، ونشوف بعد كده ايه هنعمل ايه.